متابعي قناة جيت فيزا، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو ماشي كالعادة غادي نتكلموا على جديد المواعيد فيزا إسبانيا، لأن المواعيد ولاو مبرمجين، بحيث أن شركة BLS دات واحد الاستراتيجية ممتازة جدا اللي ولاو الناس كيتمكنوا من أخذ المواعيد ديالهم بكل سهولة، بحيث كتبرمج كل مدينة كول سونتر التاريخ ديالو، والناس كيتمكنوا من أخذ المواعيد ديالهم بكل سهولة. كما كتلاحظوا هنايا، هذا غير مثال. هانتوما ها البرمجة، هذه طريقة ممتازة جدا. هما كتعطيك التواريخ وكتعطيك الوقت الكافي باش يمكن لك تحتجز الموعد ديالك. في هذا الفيديو بغيت نتكلم فقط عن شي حوايج اللي دايرهم الموقع وحنا ما عارفينهمش. بكل صراحة الموقع انا كنلاحظ بانه داير شي حوايج مزيانين. انا اللي كيهمني هو غنجي لهاد انفورماسيون جينيرال. هنا كاينه مجموعه من الاشياء: اكسبيريونس كليون، دي سيرفيس سيبلومونتير، فاكونس بيبليك، ليان ايتيل. انا اللي كيهمني هو هاد لي ليان ايتيل. هاد ليان ايتيل كما كتلاحظوا اخوان فيه عناوين جميع القنصليات بالمغرب: اكادير، الدار البيضاء، الناظور، الرباط، طنجة، تطوان. شحال من متابع كيسولني انايا باغي العناوين، وربما يبغي ياخذ شي استفسارات عبر الهاتف مباشرة من القنصلية، ما كيكونش متوفر عليها، وهي عندنا غير في السيت BLS. كما كتلاحظوا ها هو هنايا عندنا مثلا كونسيلا جينيرال ديسبان اكادير، ها هما دايرين العنوان ديالها، العنوان. الأرقام الهاتفية هما الأرقام الهاتفية موجودة، والبريد الإلكتروني أو العنوان الإلكتروني ديال القنصلية. هاد الأرقام هادو راه فين ما اتصلتي بهم راه كيجاوبوك سير بلاص. هادو الموظفين كيجاوبوك، كيعطيوك استفسار على أي حاجة اللي سولتيهم عليها، وهذا شيء زوين بزاف. كما كتشوفوا هي تا هي القنصلية تاع الدار البيضاء تا هي، حيت هاد العناوين تيحتاجهم مجموعة من ديال الناس وما كيعرفوهم فين كاينين، هما عندنا غير في الموقع هنايا. لهذا انا درت هاد الفيديو هذا كفيديو توضيحي فقط، باش الناس اللي كيقلبوا على العناوين ولا الارقام الهاتفيه ولا البريد الالكتروني. وعندنا هاد السيت ويب راه بنادم يدخل ليه كتستافد منه بزاف. هذا فاش كتدخل ليه هاد السيت ويب فيه معلومات مهمه جدا. كتدخل داكشي كاع اللي بغيتيه كتلقاه. كنتمنى هاد الفيديو ينال اعجاب المتابعين الاعزاء، والى اللقاء في فيديو اخر. متنساوناش الاخوان من لي لايك، واللي مازال ما مابونيش ابوني باش يتابونا، باش هاد القناه تطلع شي شويه وتعم الفائده، لانها فقط قناه من اجل توضيح المعلومه والافاده
وشكرا لكم مجددا على المتابعة، وإلى اللقاء.